معروف ان احنا بنعمل بوتوكس علشان نعالج التجاعيد، هل بعد ما يروح تأثير البوتوكس بترجع التجاعيد اكتر من الاول؟ لا، الكلام ده مش مظبوط. البوتوكس ليه دور اساسي في علاج التجاعيد، لان هو بيريح العضله او المصل اللي هي بتقعد تنقبض فبتكرمش الجلد وسطيها. فلما بتبتدي العضله دي ريلاكس، لما بحقن البوتوكس الجلد نفسه خلاص ما بيبقاش مزنوق بين العضلات، وبالتالي بيبتدي يتفرد. يبقى حلو قوي كمان كاجراء وقائي في الاول، لما بتبتدي خطوط ابتدت معانا هتبتدي تظهر او حاجات خفيفه، ابتدي في البوتوكس بحيث يبقى الجلد مشدود وما تبتديش تحفر معايا وتبقى عميقه قوي، لان في مراحل لما بتبقى خلاص حفرت قوي بيبقى البوتوكس لوحده مش كفايه. طيب البوتوكس دوت تاثيره مؤقت، ما بيبقاش حاجه دائمه. الافرج بتاعنا بنتكلم في 4 شهور. يبقى اذا لما هو هيفك هبتدي ان انا ابقى لو انا عايزه اكرر التجربه هحتاج احقن تاني. طب افرض ما حبيتش اكررها تاني او ما حقنتش تاني، هترجع لي تجاعيد اسوأ من اللي كانت موجوده. الكلام ده مش مظبوط، بالعكس الناس لما بتحقن وبتيجي تحقن المره الثانيه، مثلا احنا دايما بنقول الافرج بين الحقن مرتين 6 شهور، فبتيجي بعد 6 شهور بنطلع حركه العضلات في الاول خالص اول مره جت كانت عامله ازاي، بنلاقي ان هي اكيد اهدى ومختلفه، اهدى كتير عن المره الاولانيه. باذن هو ليه تاثير تراكمي، العضله بتريلاكس بحيث ان احنا في السن الكبير مثلا بعد بقى الخمسينات والستينات بنبتدي ان احنا بالعكس بنحتاج حقن اقل. فهو الكلام ده مش مظبوط. هي كل الفكره ان هو بعد ما البوتوكس بيفك العضله بتشتغل تاني، فاللي كان حقن ده كان واخد على شكله خلاص من غير خطوط خالص فتره معينه، جه لما فك رجعت العضله تنقبض ابتدت خطوط تظهر، فهو متخيل ان هو رجعته اسوأ من الاول. لا، ما هي اصلا كانت موجوده واحنا كنا موقفينها شويه. فهو ده احساس مش يعني كلام مش مظبوط ومش حقيقي، بالعكس هو دوره احسن على المدى الابعد كمان.